قال القاضي عياض رحمة الله عليه: وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك بن أنس إمام دار الهجرة إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له في يوم من الأيام، قيل له في شأن ذلك، فأجاب إجابة مشفق المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء، لا نكاد نسأله عن حديث إلا بكى حتى نرحمه. صلى الله على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.